شو هسه تنزح بالعالم انت. هذا الحكي ما قبله من عنده. واخاف دوله رئيس الوزراء مساندك او استاذ بكين او غيره. ترى انا ما ادري انت عندك مجمع سكني اسمه جوهره بغداد. انا ذاك اليوم يلا ادري. ولا ادري عندك مجمع سكني باربيل، ولا ادري مجمع سكني بكركوك، ولا مجمع سكني بالفلوجه ومدري وين. انت احنا من حطينا ايدنا بايدك على اساس نصف ناسنا وهنا تيجي تهجر هاي العرب كلها. هي هاي الصلاه نصليها من توقف وذاك الواحد يقول له هاي الحكي مال الشيخ ورا 11 بالليل. والله اللي يشرب اشرف من اللي يصلي ويبوق العالم. والله الكافر اشرف من المسلم اللي يأذي العالم ويهجرها. اوقفوا حدك. ابو سربل تدري بعنودي وانا مخاوي الموت وما خاف منه. هاي دي عن العالم ما تقربوا لها. وانت يا استاذ بكين هذا التسجيل لا سجله راح اخلي العراقيين كلهم يشوفوا. هاي معيبه. شنو 1000 متر؟ ايش عندك محرمات 1000 متر؟ 1000 استثمار يعني 1000 على اليمين و1000 على اليسار، جاي تعطيها خميس الخنجر، جاي نسوي استثمارات. با استاذ بكين، خميس الخنجر هو انا وياك اخوان، بس مش شفت هاي الاستثمارات مو كرهته، كرهت اليوم اللي قاعد تبيه وياه. راح اقول لك شغله، يحكي عن النازحين وعن الفقراء العراقيين يسمعوها من عندي. بعامرية الفلوجه لحد الان حوالي 300 400 يعني عائله بالخيم وبالطين بهذا البرد، وراح يجيهم الحر صار لهم سنين. اسمعوا خميس الخنجر عنده مجمع جوهره بغداد بالرضوانيه ولا 50,000 وحده سكنيه. يمنا هذا وانت 300 400 وهنا بهاي المناطق حرام بغداد هور رجب هم عنده استثمارات. اسمعوا يا السنه اللي مؤمنين به ما يقدر يعطيكم 300 400 شقه. سالوه قولوا لما رحت لسوريا وبايعت الجولاني ذبحنا ايش قد تفرعت؟ ايش قد كم مليون دولار؟ انا اعرف الرقم بس ما اقوله. لكن امام القضاء العراقي وحق رد مكفول الك. ابو سلمة خميس الخنجر انت ليه جاي تيجي تاخذ هاي الاراضي؟ الاستثمار زنبر العراق، تبييض اموال وغسيل اموال. ولهذا راح اقول لك شغله. انا وياك قتال على هذا الموضوع. نعم دوله الرئيس بتعطيك استثناء، لان انت بناوي تصيح لك ذاك الواحد ابو سكسوكه لقبته جدي. انت راح القبك ابو الاستثمارات. انت وذاك دبرتوا السنه. وخاف حق لكم يا عمام، المالك له دخل، المالك ما له دخل بهذا الموضوع نهائيا ولا يقبل. ابو شربت سنه العراق كلها راح تبوح عليك وشيعه العراق راح تبوح عليك. هل انت سؤال، هل انت بسبب مصاريفك وفلوسك عندك مليارات الدولارات جيتني اطلع للجمهور اقول وين استثماراتك؟ من زمن الريد بول الى الجزائر هاي الاسود رسميا الى الروثمان الى غيره الى الباخره اللي بالبحر. مو اني تاريخك كله عرفه. لا تخليني احطك بنص عيني، واذا حطيتك بلساني الله جل وعلا ما يخلصك من عندي. اضحك والعراقيين يحبون يسمعون واعطيها بالدليل. بيوتك بالمنصور وبالحارثيه من التسعينات عندك ولا 50 بيت وقصر. بس سؤالي الك ولغيرك، انا من راح تموت راح تاخذها وياك؟ تقعد قبالي وقبال غيري تقول والله انا مليت وتعبت، يمكن راح انا والحجيه ناخذ لنا بيت يم الكعبه ونظل الفجر يبديت الله نصلي والظهر وقابل رب العالمين. ايش قد ممثل انت؟ انا ما اللعب، انا شو الشياطين؟ انت لعبت علي وارد لك اياها بهالشارع وما اعوفك. هذا الوقاع مال العرب وجبور والبعيثه تتركها، لاخذتهن كافي، ما راح تاخذ وياك. ذاك الكويت طلعوه طيارته ذهب وسيارته ذهب، حمامه ذهب، قاعه ذهب، حتى الطياره ذهب. وين راحت؟ اخذ له 4 امتار وانطمر القشر بالقبر. ما اخذ شو وياه. انت وابنك سرمد اخذتوا العراق كليته. كافي كافي كافي. حتى الانبوب الغاز، الحصه مال انبوب الغاز القطري راح يجي من البصره ويطلع مال طريق التنميه ادرج لك حصتك فيه. فكافي. اذا جيت تتبرع تبرع عن هاي العرب التعبانه، لا تتبرع خارج العراق.